الموضوع مش واخد حقه، وانا حبيت اوجه عليه الضوء. اتمنى ان انا اقدر اوجه عليه الضوء بشكل كفايه. ودي اول حلقه من برنامجك المفضل او اللي هيكون مفضل، بسجل اعتراضي. برنامج بيقدمه عبد الله وهيدي، بيكتبه عبد الله وهيدي، بيمنتجه. برنامج بسجل اعتراضي، الحقيقه ان انا بسجل اعتراضي فعلا. الكاميرا شغاله اهي. في برنامج بسجل اعتراضي الحقيقه ان انا بناقش وبعترض على بعض الافكار والعادات والتقاليد اللي الناس بتعملها، وانا شايف ان هي اصلا ما كانش ليها سبب من الاول مقنع. مش شايف لها مرجعيه، مش شايف لها اسباب، مش عارف ايه فايدتها. النهارده جايين نتكلم عن ايه؟ النهارده جايين نتكلم عن اللبان. موضوع مهم مش واخد حقه، لازم اللبان ياخد حقه يا جماعه. مش هيفهم الموضوع ده غير الناس اللي فعلا تمضغ لبان على طول. الناس اللي بتمتحن وهي بتمضغ لبان. الناس اللي اللبان اللي يومها ما بيكملش من غير اللبان. شايف ان قضيه اللبان وان المجتمع بيشوف اللبان قله ادب او حاجه عيب او بيربطها بحاجه معينه، دي محتاجه تتصحح. فانا النهارده جاي اعترض على وجهه نظر الناس والمجتمع في اللبان. الحقيقه ان انا لما قعدت مع نفسي، ولما برضه ما قعدتش مع نفسي وسالت ناس كتير ليه بيشوفوا اللبان حاجه قليله الادب او قله ادب او حاجه غلط، ان انت تبقى مثلا راجل وبتندغ لبان، او حتى لو بنت بتندغ لبان، رغم ان المجتمع برضه يقول لك ايه، ما ينفعش تبقى راجل بتندغ لبان. ليه ما ينفعش ابقى راجل بندغ لبان؟ ليه؟ انا ده مش فاهمه بصراحه. يعني وحاولت افهم من الناس دي ليه ما ينفعش ابقى راجل بندغ لبان. الحقيقه ان محدش اداني رد مقنع. كله بيقول لك قله ادب. ليه قله ادب؟ يقول لك هي كده قله ادب. ليه كده؟ انت حافظها قله ادب؟ طب يا جماعه ما نفكر، ليه قله ادب؟ يعني اللبان ده في ابحاث على فكره اتعملت ان المضغ بتاع اللبان ده بيزود التركيز، بيقلل التوتر، بيقلل الكورتيزول، ايا كان يعني. فليه بقى احنا بنعتبره قله ادب؟ انا واحد عادي بدخل الامتحان بالبان عادي وبركز عادي وبحس ان انا التوتر بتاعي قليل جدا. ليه بنقول على اللبان قله ادب؟ هنا الغلط غلط عشان هو بيضرك، بيأذيك. الشخص اللي بينطق اللبان بصوت ده مثلا ممكن يكون بيأذيك، انت متضايق من الصوت، متضرر من الصوت. وفي ناس عندها اصلا مشكله مع الاصوات عموما، اصوات المضغ. اما انا لو بندغ لبان بالراحه مش ضرك، ليه تقول لي اللبان قله ادب؟ ليه واحد اكبر منك يقول لك لا ما ينفعش تندغ لبان وانت بتكلمني؟ ليه ما ينفعش اندغ لبان وانا بكلمك؟ انا شايف انها مش عيب يا جماعه. ايه مقياس قله الادب؟ تحريك البق. نفس الناس اللي بتشوف ان اللبان قله ادب ومضغ اللبان قله ادب، وازاي راجل يندغ لبانه، نفس الناس دي بتلاقيهم متصالحه عادي جدا مع فكره السجاير وشرب السجاير. يعني يبقى جنب واحد في المواصلات مثلا بيشرب سجاير وهو خايف اصلا او محروق، يقول له لو سمحت بص ممكن السيجاره تطفيها علشان انا الدخان بتاع السجاير بيتعبني. تلاقيه مع محروق يقول له كده. لكن لما يشوفك انت بتندغ لبانه يقول لك استنى، تندغ لبانه؟ تقليل الادب. ايه المبدا هنا يعني؟ طب رغم ان السجاير دي مضره وان اللبان مش مضر، بل بالعكس ممكن يكون ليه فوائد، انت بتصدع من اللبان، دي مشكلتك عادي. مش يعني عادي برضو ده، اختلف معايا عادي، نختلف مع بعض. انزل اعترض في الكومنتات. انا بعمل هنا كده، انا بسجل اعتراضي. انزل سجل اعتراضك في الكومنتات واعمل سبسكرايب. ها الموقع الاحمر، اعمل سبسكرايب. طيب، هل لان احنا الفنا فكره التدخين خلاص والمدخن بقى موجود في كل حاجه، كل حته، في الشارع، في المواصلات، في القهاوي، في البيوت، في المدخن، فهل انت الفت الموضوع؟ رغم ان موضوع التدخين مثلا او السجاير ممكن يكون بيضرك اكتر، يعني التدخين السلبي بيضرك اكتر حتى لو انت مش بتشرب سجاير، يعني بيضرك اكتر. طيب ايه اللي بيضرك في اللبان عشان تقول عليها انها حاجه غلط او قله ادب او انها مش اتيكيت مثلا او كده؟ وبعدين انا مالي بالاتيكيت؟ انا مش يعني، افرض انا يا عم واحد مش عاوز امشي بالاتيكيت، الاتيكيت ده شويه ناس قعدوا وقال لك ده حلو وده وحش وهنعمل كذا وما نعملش كذا. انا مالي؟ افرض الناس دي قالت بكره تمشوا على ايديكم، فاهم؟ هو ده الاتيكيت، انا مش هطلع اعمل زيهم. طيب ايه اللي خلى الناس تعتبر اللبان قله ادب من وجهه نظري؟ إيه، ان هم مثلا ممكن يكونوا بيشوفوا في الافلام والمسلسلات الشخصيه اللي هي الست اللي بتيجي بتتكلم بشكل بتشرشح ديت، وبتتكلم وهي بتندغ لبانه بشكل مستفز، ومن هنا بدأوا يربطوا اللبان بان اللبان يندغ البنات، وان كمان دي قله ادب وما ينفعش راجل يندغ اللبان. فمن الاخر هو ربط مش مبني برضو على اساس، يعني ربط مبني على ان انت بس الفكره اتثبتت في دماغك. زي بالظبط السجاير، لما يقول لك ممثل كبير تقيل هو اصلا كده كده بيعرف يمثل، وخليه يمسك سيجاره وهو بيمثل، هو كده كده لو قلت له عيط هيعرف يعيط من غير سيجاره. اديني مشهد درامي هيديك مشهد درامي، اديني مشهد كوميدي هيديك مشهد كوميدي، ايا كان ماسك السيجاره ولا لا، واقول له امسك السيجاره دي ومثل بيها. الحقيقه ان ده اسمه برودكت بليسمنت، ان انا اجيب منتج انا كشركه سجاير مثلا عاوزه تعلن عن التبغ بتاعها بشكل غير مباشر، اجيب منتج اخلي ممثل مشهور يمسكه
يمثل بيه. فالناس طبعا تعرف شكل السيجاره دي وتبقى عاوزه تروح تشتريها. هو عاوز يعيش الحاله اللي كان الباتشينو عايشها وهو بيشرب السيجاره. طول المسلسل ماسك السيجاره وبينفخ كده، ويبين لك قد ايه بقى ان هو بيطلع همومه، وبيبين لك قد ايه ان التدخين فيه عمق، فاهم، وقوه بقى، فاهم اللي هو ايه، توماس شيلبي مثلا. فانت تحس ان هو ايه، يا سلام، انت عاوز تعمل زيه. فانت عاوز تروح، يعني انت دلوقتي بقيت عاوز تروح تشتري المنتج لان هو ثبت لك في دماغك ان هو دي هي دي الحاله بتاعت الايه، هي دي الحاله بتاعت الجمدان. انت لما تشرب سيجاره وتعمل كده، انت كده بقيت جامد. ساعتها ناس كتير احنا استمدينا منين فكره ان اللبان قله ادب، او مطر اللبان قله ادب. الحقيقه ما حدش عارف لحد دلوقتي يديني اجابه منطقيه. لان انا مقتنع ان قله ادب دي مثلا انا اجي اشتمك، ان انا مثلا اتريق عليك، ان انا اقول عليك كلمه وحشه، ان انا اكلمك باسلوب مش كويس، هي دي قله الادب. بالظبط فكره اللبان دي وعدم تقبلنا ليه، وان هو قله ادب اللي مش مفهومه ومش مبنيه على اي اساس، يعني لا علمي ولا هو اساس تربوي ولا هو اي حاجه. انت مش فاهم الفكره دي جت منين. دي عامله زي فكره لما كنت صغير المدرس يجي يوجه لك كلام مثلا، او يتهمك اتهام او ايا كان، وتيجي ترد عليه يقول لك انت بترد عليا، انت ازاي بترد عليا، فاهم؟ يعني اللي هو فكره اللي هو ازاي ترد على اللي اكبر منك مثلا، ان ده مرفوض. دي فكره غلط برضو، ملهاش اساس من الصح. طول ما انا برد عليك بادب وتقدير واحترام وباسلوب كويس، ليه ما تسمعنيش؟ ليه تعتبر ده قله ادب؟ والفكره دي جت منين اصلا؟ مين اللي قال ان انا ارد عليك علشان السن ده بيحدد حاجه؟ ده بيحدد ان انا قليل ادب او محترم. وطبقها على حاجات تانية كتير في المجتمع. يعني مثلا افرض انا واحد بكون مرتاح وانا حاطط رجل على رجل، وقدامي واحد كبير، في ناس شايفه ان لا. يعني فاكرين موضوع المترو لما البنت كانت حاطه رجل على رجل قدام راجل كبير في السن؟ في ناس شايفه ان ده عيب وقله ادب وكده. انا في مسافه بيني وبينك، كان الموقف ده في مسافه بينه بين الست وبين الراجل دوت عموما كبيره. ممكن انا برتاح في القعده دي، ممكن انا ما دام انا مش مسبب لك ضرر، ومش اكيد مش حاطط رجلي في وشك. اصلا الناس بتبقى قاعده رجلها عامله كده، ما حدش بيبقى رجله معموله كده، يعني ما حدش بيحط رجله في وشك كده، ما فيش حد بيعمل كده يا جماعه. بس بتبقى رجلها تحت وحاطط رجل على رجل. فمنين جبت فكره ان قعده معينه مثلا قليله الادب وقعده تانية مش قليله الادب؟ يعني مين اللي نزل الكلام؟ مين اللي حط العادات دي والتقاليد دي وايه القوانين دي؟ مين اللي الفها؟ وكلها حاجات جايه من الاجيال القديمه شويه. وطبعا انا مش قصدي كده ان كل الاجيال القديمه ما بتقبلش فكر الجيل الجديد، لا عادي، في ناس كتير جدا بتقبل. يعني احنا مش بنحط الناس في نمط يعني معين. انا عبد الله وهيدي، وده برنامج بسجل اعتراضي. انزل سجل اعتراضك انت كمان في الكومنتات تحت على اي حاجه عموما في الحياه. اعمل سبسكرايب للقناه لو انت لسه ما عملتش، فعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعاوزين الفيديو ده يوصل اكبر عدد من اللايكات. سلام. انا واحد مثلا بدرس، بحب اذاكر وانا بمضغ اللبان، بحب امتحن وانا بمضغ اللبان عادي. بحس ان انا بركز اكتر، بحس ان انا التوتر بالنسبه لي بيروح تماما. لو انت كده انزل قول لي في الكومنتات، هل ده بيحصل معايا انا بس، او انا بس اللي بحس ده؟ ليه مفيش حد بيقدر يقول اسباب مقنعه دلوقتي؟ كل ما اسال حد ليه كذا قله ادب، او ليه العاده الفلانيه قله ادب، يقول لك عشان هي قله ادب. ده مش سبب. انت كده رجعت بتقول لي ان انت ما جاوبتش على السؤال. انت قلت السؤال بتاعي تاني بس حطيت فول ستوب، ما حطيتش علامه استفهام. في ايه يا عم؟